المكرونة سواها مظبوط، الرز سواه مظبوط، الصلصة زي الفل. يظهر انه كان بيسمع تعليمات عبد الغفور البرعي اللي كان بيقولها لفاطمة. انا عايز اقول لك حاجه بيني وبينك. العدس ما تبقيش تسويه على الاخر، والرز تهويه شويه بعد ما تنزليه من على النار. واخبار المكرونه ايه؟ المكرونه عالي العال. جعان؟ تيجي ناكل. البس بسرعه انا جعان. جعان. اتنزل لملك كيلومترين نصين وحطهم في قلب الميه وكلهم. جمهور الجميل بيساء الفل والخير والسعادة عليكم، وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وأنتوا بتتفرجوا علينا. رجعت لكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة وخطيرة جدا 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 وتحضر لها كتير جدا جدا جدا. النهاردة أنا قاعد في بطل الكشري، أشد واحد بيعمل طبق كشري في مصر. الراجل ده طلع عليه اشاعات ان امه اتوحمت على نص طن مكرونه قبل ما تولد. ده كشري ابو طارق يا جدعان، اللي بكلمكم عليه ده ابو طارق ملك الكشري، اشد واحد بيعمل كشري في جمهوريه مصر العربيه. عنده احجام طبعا كتيره، عنده حجم فيه ب 30 والحجم اللي انا جبته ده ب 40 وفي حجم تاني ب 50 و 55. وطبعا لما بتجيب انت بقى الطبق ابو 55 ده بيعمل لك عرض كده وبيحط لك شويه دقه وشويه شطه وبيعملها بطريقه بقى يعني فنيه خالص كده، وكل السياح بيجوا عشان يتفرجوا على الطريقه الفنيه بتاعته وهو بيحضر لك الكشري قبل ما تاكله. فنبتدي نقول بقى بسم الله كده ونصلي على النبي ونبتدي ناكل مع بعضينا. يلا بسم الله. الليمونه دي اهم حاجه على الكشري، عصر الليمونه ده اهم من الكشري ذات نفسه. عندي رساله لدكاتره التخدير، اي مريض داخل يعمل عمليه ما تديلوش بقى البنج والمواد المخدره والكلام ده، لا هات له طبق كشري من ب 50 جنيه. الواد يعني سبحان الله بتلاقيه دخل في ملكوت لوحده كده اهو، بس تعرف تعملوا عمليتكم وتروقوا عليه وتظبطوه وتداووا جروحه ولا هيحس بأي حاجه خالص، ولا هيحس بأي حاجه خالص. بس لازم كشري ابو طارق مش اي كشري تاني. لو اي كشري تاني هيحس بالمشاكل، هيحس بالتعب. خلي بالك المعلقه الواحده اختراع. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طبعا اللي يعرفني يعرف ان انا مدمن كشري، وكنت باكل كشري من وانا صغير، من لما كان الكيس ب 75 قرش كنت اروح اجيب لي كيس كشري واطلع على المدرسه. فالكشري ده ادمان، الكشري ده حاجه بتجري في الدم كده. انا دمي ده ما فيهوش مش دم، انا دمي دي صلصه. فالكشري ده عيش، وبالذات لما يكون واحد عامله بمنتهى النظافه زي ابو طارق، لا بتلاقي نفسك بقى في حته تانيه خالص، في حته تانيه خالص بقى، ده تجلي. المكرونه سواها مظبوط، الرز سواه مظبوط، الصلصه زي الفل، التقليه مفيش احلى من كده. يعمل ايه تاني كده؟ الراجل اخترع يا جدعان. يظهر انه كان بيسمع تعليمات عبد الغفور البرعي اللي كان بيقولها لفاطمه. انا عايز اقول لك حاجه بيني وبينك. العدس ما تبقيش تسويه على الاخر، والرز تهويه شويه بعد ما تنزليه من على النار. واخبار المكرونه ايه؟ المكرونه عالي العال. وهو ده اللي خلاه بقى برنس، بقى بيفهم بزياده، بقى شغلانته كشرجي، كشرجي راجل كشرجي. الطبق وحشني وانا قاعد بتكلم، الطبق وحشني. فينك يا ابن الطبق؟ شوف لما غيب عنه 10 ثواني وهو قدامي بيوحشني.
اهم حاجه برضو التقليد. يعني تعالوا بقى نلخص الموضوع مع بعضين. اهم حاجه تتاكد ان التقليه بتاعته عامله زي الشيبسي بالظبط. تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه لازم تعصر الليمون. تالت حاجه غرقوا شطه على قد ما تقدر. شطه على قد ما تقدر. ايوه، اهم حاجه شطه كتير قوي 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 قوي. ما تخافش من البواسير. ايوه، ما تخافش، الشطه بتاعته كويسه. رابع حاجه التقليب اكتر من 10 دقائق مستمر. ده رابع حاجه بس. وهنيئا لك كشري ابو طارق. كل معلقه بحكايه مختلفه، كل معلقه ليها طعم مختلف. ايه الجمال ده يا ابو طارق؟ ايه الجمال ده؟ طبعا الفتره اللي فاتت ما كنتش بنزل حاجه خالص علشان الضرب اللي كان بيحصل في غزه، اخواتنا اللي كانوا بيتعذبوا، وربنا يكون على كل ظالم ومعتدي. الحمد لله يا رب وقفت كل الفيديوهات بتاعتي لما كان الضرب شغال على غزه، والحمد لله اهو دلوقتي حصل الهدنه دي والدنيا اتظبطت شويه، فرجعت اعمل فيديوهات. قبل كده ما كنتش بعمل فيديوهات خالص طول فتره الشهرين دي. استنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله، وانا بريكومند كشري ابو طارق 100%. ولكن ليا مأخذ واحد عليه بس. يا عم رخص طبقك شويه، رخص الطبق شويه، خلي اغلى طبق عندك ب 40 جنيه بس. غير كده انت كل حاجه عندك حلوه، مفيش حاجه وحشه خالص خالص خالص. يلا سلام واشوفكم في حلقه جديده. باي.